بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي أينما كنتم في عراق الحضارة والأصالة والمحبة والسلام، في عراق الشموخ والصمود والعزة والنور والكفاح والسلام، في العراق المجد والتاريخ والعروض. كرة خطيرة جدا لصالح القوات. البحث دائما عن خط الإزعاج، ورحيموف واحد من الأسماء المميزة وأول الأخطاء. خطأ في منتصف الملعب إلى الخلف، وبعد ذلك إلى منتصف الملعب، والكرة ذهبت إلى رمية جانبية. هذا سعد عبد الأمير اللي مثل النادي الأهلي ومثل في الدوري السعودي، محترف وأحد اللاعبين يقع على أرضية الملعب. سلامات. هذا وسام المدرب أحمد إطليف يلعب لك كرة أمامية، ردها الفريق العراق يسترد قوة الجوية، قطعت بعد ذلك والكرة راحت إلى أرنولد، يرجعها لحارس مرمى علي العبادي يلعب كرة عاد بها الفريق يا أرنولد، يلعب كرة وبعد ذلك الكرة راحت إلى خطأ. شوف الكرة. أن أتى الصوت العالي جدا من المدرجات والجماهير. هنا كرة زالت للقوة الجوية. يا الله يا محمد سامي أول الكرات يا محمد سامي. شوف هذه الكرة اللي راح جميلة. يوسف عنده كرة ربما عرضية ويطالب بركلة جزاء، لكن القائد أحمد إطليف أحمد. شوف الكرة. هذه الكرة في هذه البطولة ودوري أبطال آسيا في الأدوار الإقصائية راح يكون تقنية الفيديو الأمان في خطورتها. يا سعد هذه كرة، يا الله على هذه الكرة. يا سعد هم طالبوا للمرة الثانية الكرة لمست ولا ما لمست. يشوف هذه الكرة اللي يطالب محمد سامي هي لمست فعلا في المدافع هو أرشوف، هو لمست هذه الكرة فعلا، لمست هذه الكرة الثانية. لون أزرق في كرة القدم مرعب، هو الكرة الجميلة والرائعة وربما تصديدة. يا سلام سدد تسديدة رائعة وجميلة. اللاعب المميز صفاء هادي لاعب المنتخب العراقي والقوة الجوية. يا سلام يا صفاء. أول في الدقائق الماضية كرة جميلة والتغطية الدفاعية، وفي خطأ في صافرة وخطأ. على رسلان يتسبب في خطأ. القوة الجوية عبد الأمير يلعب إلى كارلوس، كرة داخل منطقة العملية، دخول وتوقف في المنطقة الخطيرة منطقة العمليات، لكن وجدت كرة، لكن التغطية دفاعية وذهبت آلتين أسير. كرة ذهبت إلى هذه كرة للدفاعات، تغطية دفاعية من جونيور آلتن أسير. هذه كرة خطيرة داخل منطقة. حتى الآن كرة أمامية على اليمين خطيرة. يا الله على هذه الكرة الرائعة بعد ذلك، لكن مين اللي هو قطع الكرة وتسديدة، لكن أقرب إلى حارس المرمى علي عبادي ووقوع أحد اللاعبين. سلامات واقع أحد اللاعبين على أرضية الملعب. هذا التحسين اللي واقع. شوف التدخل القوي جدا، هذا التدخل من توريف، تدخل في هذه الكرة وهذه التسديدة. القوة الجوية العراقية عندها كرة خلفية تصطد وتذهب بعد ذلك إلى ركلة مرمى، ركلة عن طريق مصطفى سعدون. هذه الكرة يا الله على هذه الكرة. يا رسلان هذه الكرة. شوف الكرة، هذه الكرة الرائعة اللي ذهبت وعدت
على يمين حارس المرمى بيتيف. يا سلام يا صفاء، يا سلام، يغطي كرة خطيرة. هذا هو اللاعب اللي عندهم المميز الخطير، هو رقداف وجنون القوة الجوية وجماهير القوة الجوية. يا سلام، بهذه كرة أتت صعبة وأتت صعبة جدا يا سعد عبد الأمير. سعد عبد، هذا أحمد يتيف، هذا هدف جميل. يا الله على هذا الهدف، هذا هدف لا يصد. بالتقدم ب3 أهداف، متقدم اللي تأخر فيه القوة الجوية. يا الله على تسديدة قوية وكاد أن يباغت حارس المرمى. بيتر يا بيتر قدم، وكنا نتكلم ويا ويلك من الأخطاء قضية. ما زالت هذه الكرة إلى صالح هذه التسديدة. يا الله، هدف للقوة وهدف بقوة وهدف قوي. السلام عليكم. يطمح فريق القوى الجوية العراقي اليوم في بداية مشواره في كأس آسيا النظام الجديد الذي يسمى دوري أبطال آسيا 2، والذي سبقه أيضا مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي يلعب فيها مواطنه فريق الشرطة العراقي الذي استهل مبارياته بالتعادل أمام النصر السعودي 1-1. ويطمحون القوة الجوية العراقي للتتويج بهذا اللقب في النسخة الجديدة. وكما كان يسمى سابقا كأس الاتحاد الآسيوي، فقد توج به نادي القوة الجوية في آخر مناسبة له في 2018، وقد سبقها أيضا 2017 وكذلك 2016، 3 مواسم متتالية لفريق القوة الجوية، حيث توج فيها بكأس الاتحاد الآسيوي، ويطمح إن شاء الله للمزيد. دعونا الآن نلتقي بمراسل بي إن سبورتس الزميل ضياء الفاتح، وأيضا مراسل قناة بي إن سبورتس نسيم طالبي من ملعب باريس. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير. نبدأ مع ضياء الفاتح الحديث أكثر حول لقاء مانشستر سيتي والإنتر في سيناريو مكرر لنهاية دوري الأبطال في الموسم قبل الماضي، في مباراة منتظرة في طليعة شامبيونز ليج مميزة لمانشستر سيتي مع أقوى الفرق على الصعيد الأوروبي نادي إنتر. ضياء.